السلام عليكم، عاملين ايه؟ يلا النهارده هنعمل اعادة تدوير بس لحاجة نستخدمها في المطبخ وتنظيف المطبخ. هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هنا بقى كل ما كان عندي بيبقى ليمون واستخدمه بشيل القشر بتاعه في كيس في الفريزر. فانا عندي كمية ليمون حلوة يعني. فهحطها في الحلة بتاعتي وهنزل عليهم بالمية وهحطهم يتسلقوا لما يتهروا تماما. انا عايزة الليمون ده في التنظيف، للسيراميك، للستانلس، لإذابة الدهون، لعيون البوتاجاز، يعني بتستخدميه في حاجات كتير. وممكن نعمله بيه صابون، بس انا المرة دي هعمله كمذيب للدهون ومنظف للسيراميك والستانلس. انا هنا حطيته لما اتسلق خالص وطفيت عليه، ولما بيرد هحطه في الكبة بتاعتي. معايا كوباية ونص خل، معايا ملح ليمون، ومعايا بيكربونات الصوديوم او كربوناته زي ما بنقولوا عليه. انا هنا بطحن الليمون بتاعي في الكبة خالص لما ينعم تماما، وبفضيه في حاجة غويطة علشان ده بيفور. بنزل عليه الاول بملح الليمون، يعني ب10 جنيه وب10 جنيه، يعني ملح ليمون والكربونات ب10 وب10. ومعايا كوباية ونص خل، لو عندك حبة زيادة مفيش مشكلة، بس هما كانوا كوباية ونص حلوين عشان انا مش عايزاه سائل قوي. بعد كده بنزل عليه بالبيكربونات الصوديوم، وبسيبه بقى بقلبه شوية، وبعد كده بسيبه علشان طول ما هو قاعد بيتفاعل مع بعضه وبيفول لفوق. بسيبه حوالي ساعة، ساعة ونص، لما يهدى خالص والفوران ده يقل خالص، عشان لما اعبيه في العلب او البرطمان. شوفوا انا هنا بدعك بيه الخاتم الفضة، بيلمع وبقى زي الفل من غير ولا سلك ولا اي حاجة. بتلمعي بيه البراد الاستانلس، عيون البوتاجاز، الحلل الاستانلس. فعلا بيديها لمعة وبيشيل منها الدهون وبيبقى حلو جدا. اتمنى طبعا ان يكون الفيديو مفيد ليكم، وان شاء الله يعجبكم. انا هنا غسلت بيه الحلة زي ما انتوا شفتوا كده، وطبعا استعملته كمان للبراد وللإحواض، يبقى حلو قوي. بتعملي بيه السيراميك بتاع المطبخ والحمام، بيدوب لك الدهون. هنا كان بدأ يهدى بقى شوية ماشي، وبدأت في العلب دي، علب الكريمة دي بستعملها، بشيلها يعني علشان حاجة زي كده أشيل فيها اللي أنا بعمله. كل ما انت بتستعمليه وبتيجي تملي العلبة ولا حاجة بيفور، فانت حاولي ما تمليش العلبة قوي، او تسيبيه لما يهدى، او تسيبيه لتاني يوم. بس انا عشان كنت عايزة اصور لكم الفيديو، وانا هنا كده عبيت حاجتي. اتمنى ان الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير.